السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يديمكم نعمة في حياتي حبايبي واخواتي وعيلتي الكبيرة. اللايك اللي بيرفع الفيديو مش هكبر غير بيكم. واتنين اقول لكم كده، التدبير والتوفير مع ام محمود، فيديو فاخر من الاخر، حاجة كده. ربنا يجعل لنا القبول ومحبة الرسول ويصلح حالنا ويدبر امرنا ويلهمنا رشدنا ويجعل لنا من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج، امين يا رب العالمين. قولوا امين. بصوا شوفوا الكفتة دي بتتكلم عن نفسها، ايشي خيال ده يا ناس ولا ايه؟ حاجة كده. ام محمود بقت عماله هوب هوب تاكل كده، بص ما اقولكوش، واخدين بالكم؟ حاجه كده ببلاش ببلاش. اللهم صل على النبي. شويه رز عاملاهم، بص شوفوا شكلهم عامل ازاي. رز بلدي ده يا جماعه مش بسمتي. انا عن نفسي ام محمود ما بحبش البسمتي، وفي بيتي برضك في حاجات ما بيحبوهاش، البسمتي من ضمنهم برضك قليل، يعني ياكلوه دلع، ما ان هم انما مش الاساسي عندنا، يعني ان احنا نجيب وناكل فيه لا، انا عندي ده احسن من البسمتي مليون مره. تخش عليه بالتكات والحركات هتشوفيني عملت ايه، وتخش داخل الفيديو وتصلي وتسمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي احلى حاجه تعملها غدا لاولادك بابسط حاجه. بابسط لو في جيبك 20 جنيه، لو في جيبك 30 جنيه، عشان ما يبقاش ايه يعني، عشان ما تقولش ام محمود بتعمل. واخدين بقى؟ عملتها سندوتش، بص بقى، حطيت عليها مايونيز، حطيت عليها كاتشب، حط عليها طحينه، حط عليها اي حاجه تعجبك، هي لوحدها بالسلطه والخيار المخلل اللي احنا عملناه. عايزاكم تفروا في القناه وتشوفوا القناه وتشوفوا الفيس. بصوا انا بالصلاه على النبي كده حاجه كده وهم كده بجد، حاجه وهم. تفروا في القناه كده والله الشغل فاخر من الاخر. التكات والحركات كلها عند مطبخ ام محمود. اتدلعي يا ام محمود، اتدلعي يا دوس، يلا بقى يا دوسة هتتدلع هوبا بقى. الصلاة على النبي. خشوا بقى. انا معايا هنا قولي كده نص كيلو قوانص ده انا مشكلها بصراحه، كانت عندي متجمعه في الفريزر، وقلت اما اقوم اعملها بقى اكله، فهم ما بياكلوش القوانص دي نهائي، انا الوحيده اللي باكلها في البيت كله، لا صغير ولا كبير بياكلها. فده بط على فراخ، ده بط على فراخ. فقلت اقوم ايه اتصرف كده واعملها، وفعلا كلوها وقالوا واو، ما بقوش مصدقين. قلت لهم امتى بقى؟ بعد ما كلوا قالوا يا سلام، يعني دي القوانص احنا ما بناكلهاش؟ قلت لهم ايوه. هنضربها في الكبه. واخده بالك انت ازاي؟ الاول تقطعيها، لو حابه تشيل الحته اللي بتقرش شيليها، حابه تضربيها وتشيلها بعد ما تشيليها ماشي، اضربيها زي ما تضربيها، شوفي انت اتصرفي فيها واضربيها بكبه الخلاط بي زمن. هنا معايا بصل بشرته وخدت الميه بتاعته تمام كده، واخده بالك انت ازاي؟ عايزه تحطيه بميته حطيه. هنا معايا 4 معالق مش مليانين، 4 معالق بتاع اسمه ايه، شعريه مكرونه. يفضل ان هي تبقى مكرونه، واخده بالك؟ مش انا هي يفضل ان هي تبقى هما كلهم عجينه واحده، بس انا بقول لك يعني المكرونه بتتكسر اكتر من بسرعه اكتر من الشعريه، واخدين؟ هي باشت ما كانتش واضحه يعني. وحطيت بقى ايه ضربوا مع بعض، ومعاهم 4 5 فصوص ايه توم. ومعايا هنا حته لحمه كده، قلت بقى بالمره كترها بقى عشان لو حد دخل عليا كل مع اولادي، ابني مراته واي حد، يعني يبقى العمليه ايه، نزود المرق زي ما الرسول قال صلى الله عليه وسلم. بصوا حطيتها عليها بقت عامله ازاي، جميله جميله جميله. واخدين بالكم؟ حطوا بهاراتك بقى، فلفل اسمر، بهارات كفته، اللهم صل، بهارات البتاع اسمه ايه، بابريكا، واخدين بالكم؟ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. فلفل اسمر مطحون، شويه كزبره، بهارات 7 بهارات وبهارات كفته. ورحت بقى ايه اعجني بما يرضي الله. ملحك ده على ذوقك، ربع معلقه بيكنج باودر، معلقتين 2 نشا، واخده بالك انت ازاي؟ شكلي بقى كده. انا بوريكم ان هي اتعملت. مسحت البوله اللي تحت ايدي كده يعني ايه بشويه زيت كده من تحت ومن فوق عشان تتنها ايه طريه، وشها وهي من تحت طريه ما تجفش. ورحت مدخلاها في قلب الفريزر. انا بصراحه كنت اعملها تاني يوم. ده انا بقول لكم ده اللي بيبقى بيقرش في البتاع. حاولت ان انا اشيل على قد ما اقدر، اللي بقى يقابلني بقيت ايه اشيله تمام كده. اللهم صل على النبي، اللهم بارك كده. عملوا ساعتها 16 صباع بالحجم اللي انتوا شفتوه ده، صباع احلى من صباع وكلت. بصوا بقى هتعملي ايه بقى يا حبيبه قلبي، فيك ان انت تدحرجيها كده في قلب الطاسه، او تحطيها في ترصيها تحتها بطاطس وتدخليها الفرن، او هي لوحدها وتدخليها الفرن، والسلطه والمخلل وعسل، الله اكبر عليها.
احلى بوسه، احلى كفته من ايدين ام محمود. بصوا بقى بقول لكم، شوفوا مش شدت في بعضها ازاي، واخدين بالكم كده. هتعملها بالسيخ، هتعملها بمعلقه، باي حاجه، بقلم، اللي يعجبك. المهم تفتح ايه، تجوفيها من جوه، واخده بالك، وصبع. ايوه بقى، ايوه بقى، هنشتغل احنا الحاتي بقى بالصلاه على النبي. هنا حطيتي ايه في البوله يا ام محمود؟ ميه البصل، شويه زيت، شويه بابريكا. في البوله اللي قدامي دي اللي بمسح بيها ايه ايدي، زيت، بصل، بابريكا. البصل، ميه البصل اللي انا خدتها من البصل، تمام كده. الله اكبر عليها، كانت حاجه كده فوق الخيال خيال. ادهني بقى، تدلعي يا دوس، حلوه كده. الصلاة على النبي، التكات والحركات عليه الصلاة والسلام. حاجة كده ببلاش. شوف قد ايه الشبكة بقى عليها قد ايه. هنا جيت بقى عملت ايه، خدت بصلة مادة دهنية، حطي بقى الايه، الحبوب بتاعتك. حطي بقى اللي تحبيه، اللي انت بتحبيه، ورق لوري، فلفل اسمر، بتاع التاني اسمه ايه، قرفة. حطيت هنا كركم، حطيت كاري، حطيت المعلقة اللي هي الزعفران اللي بيجي من عند العطار. تروحي تقول له اديني ب5 جنيه زعفران، هيديكي ب5 جنيه زعفران. واخده بالك انت طبعا مش الزعفران السادة، انا عندي السادة، بس الصراحة ما اكدبش عليكم، شلته لبناتي. كل حاجه بقول شيل بناتي، شيل بناتي، رخرة كمان انا بتشل بناتي بقى لما يجوا يتجوزوا برضه. تمام كده. معاكي ميه مغليه، معاكي مكعب مرق زي ما تحبي. اول ما يغلي الرز هتروحي حاطاه في قلب الايه، الصينيه. تمام كده، تخليه ايه، يقلب قلبتين وتعمليه. وحطيت الشبكه على الصينيه، ورحت مغطيها بالفويل. انا ما كانش عندي ورق زبده، لو عندك بليه وحطيه عليها، حلوه قوي الرضا اللهم بارك. ورحت مولعه الفرن قبلها وانا شغاله كده بدقيقتين 3 5، ورحت مدخلاها الفرن. بصوا بقى الجمال، شوفي الحلاوه. تعالي 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 بسرعه 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 على الحلاوه دي، والله لا تدعيلي، ما تنسونيش من صالح الدعاء. شوفي بقى، الله الله على الجمال بقى، والله العظيم يا جماعه. انا عايز اقول لكم، بس انا عايز اقول لك، نسيت اقول ان النشا اختياري. لان المكرونه اللي احنا حطيناها او الشعريه بتسد بدل النشا، بس انا حطيت قلت تبقى ناعمه. مش عارفه، حسيت ان انا غلطت ولا ايه. يلا بقى مش مشكله. قلبتها، ورحت دهناها، ورحت شايله من عليها الغطا، ورحت ايه، هنا كان معايا فلفل الوان قطعته ونسيته، فانا هدخلها تاني عشان تاخد ايه، اللون. بس عايزه اقول لكم يا جماعه، طعم الرز كان احلى من الكفته صراحه، يعني والله العظيم طعمه كان خرافه، احلى من البتاع التاني ده. وقلبت شويه عليه كده، واروح تاني ايه، مدخلاها الفرن. واقول لكم فتحت الشوايه، خدت لون كده عشان تشمع، وبقت جميله جدا. الف هنا وشفا على قلوبكم، ربنا ما يحرمني منكم. احلى عيله واحلى اخوات، ربنا يخليكم ليا. بصوا بقى هنا قلبتها اهوك، ورحت مدخلاها بقى. حط اللايك، حط اللايك، دايما تنسوا تحطوا اللايك، انتوا دايما كده تنسوا تحطوا اللايك. بعد ما قلبتها دهنتها تاني من الصوص اللي انا كنت ايه عاملاه، ورحت مدخلاها الايه تحت